ازيكم اعزائي المشاهدين، رجعت لكم تاني بفيديو جديد. النهارده جاي اتكلم معاكم عن الاضاءه طبعا يا جماعه كلنا عارفين ان هي حاجه مهمه جدا، مهمه لاي حد بيصور ايا كان ايه نوع التصوير، تصوير سينما، تصوير فوتوغرافيا، صور عاديه، تصوير فيديوهات، ايا كان نوع التصوير الاضاءه ده جزء مهم جدا منه. وحتى لو معاك كاميرا مش اقوى حاجه في الجوده، دايما هتلاقي الاضاءه هي عامل اساسي في ان هي تحسن لك جوده الفيديو بتاعك. فانا النهارده قررت ان انا اشتري سوفت بوكس عشان احسن من جوده الفيديوهات بتاعتي. هنعرف ايه هو السوفت بوكس ده مع بعض، هنفكه ونركبه ونعمله انبوكسنج. قلت لازم نعمل كده سوا. اللي هتشوفوه في فيديو النهارده هو ارخص سوفت بوكس موجود، وده طبعا عشان البادجت. فخلينا نبدا كده ونعمل انبوكسنج ونبدا مع بعض. طيب تعالوا نتعرف بقى على مكونات السوفت بوكس ده. اول حاجه موجوده معانا وهي الستاند بتاع السوفت بوكس اهو، هنفتحه دلوقتي ونشوفه. وده اهم جزء، هو ده الجزء اللي بيوزع الاضاءه، مسؤول على ان ما يكونش فيه لسعه في التصوير، واي ظلال موجوده زي ما ممكن تكونوا انتوا شايفينها دلوقتي، لان انا مش مشغله اي اضاءه، احنا هنجرب ده لايف دلوقتي في الفيديو. فده المفروض دوره ان هو يخلي الاضاءه اكتر نعومه في الفيديو او في التصوير. تمام. وده بقى الجزء اللي بيركب فيه اللمبات اهو. تعالوا بقى نتفرج. نبدا بالحاجه الصغيره اللي نقدر نمسكها. زي ما انتم شايفين كده، هو هيتركب فيه 4 لمبات. تمام. من ورا موجود فيه زرارين للفتح والقفل، بس اعتقد ان دول هيبقوا الاتنين منهم للمبتين منهم، والتاني برضو مسؤول على اللمبتين التانيين. ممكن نفتحهم ال4 مع بعض، ممكن تشغلوا هنا لمبتين وورم ولمبتين ابيض، على حسب بقى انتوا هتشوفوا الدنيا ازاي. وهنا زي ما انتم شايفين اللي بيركب على الستاند، على حسب بقى انت عايز حجمه ازاي، طويل او قصير او كده. فهنكتشف ده واحنا بنركبه. تعالوا بقى نشوف جزء الستاند. اول حاجه شفتها كفر للستاند. نايس. بس خايفه قوي من اضاءه التصوير دلوقتي، بس احنا هنحسن، احنا عاملين كده الاضاءه عشان نشوف بالظبط الاختلاف. اوكي. وعشان فلوسي برضو، انتوا عارفين انا لسه بقول لكم البادجت وبتاع. ايوه بقى الشغل بقى، شايفين بقى الشغل بقى ايه فكي. ايوه كده، لازم كلهم مع بعض. اوكي تمام. ده الجزء اللي هو بنركب فيه الجزء اللي فوق. تمام حلو تمام. بس انا مش عارفه انتوا شايفينها كلها ولا لا، هظبط الكاميرا واوريها لكم كده. اعتقد انتوا شايفينها كامله. تمام. تعالوا بقى نروح للجزء اللي هو المهم جدا في السوفت بوكس. انتوا عارفين السوفت بوكس ده ايه؟ هو يعني ببساطه شديده جدا ده نوع من انواع معدات التصوير. ده دورها ان هي زي ما قلت لكم كده تنشر الضوء بطريقه يعني اكتر نعومه واريحيه. بيكون في ظلال في الصوره بتمنعها، اي لسعه بتشيلها. فاحنا اتفقنا ان هو بيحسن جوده التصوير وبيمنع اللسعات او الظلال. دي فايدته يا جماعه. تمام. كفر برضو بتاعها، وانا عجبني قوي الكواليتي بتاعتهم يعني. بس اهم حاجه بقى هو بيعمل ايه. تمام. اوكي شايفين دي اللي هي بيتعمل عليها البوكس ده، فاهمين؟ اوكي هنجرب كل حاجه متقلقوش، انا ممكن اكون قلقانه بس. بس هنظبطها. اوكي وسع دي كده شويه اهو. واعتقد هنا اللي هي الحاجات ديت اللي انا طلعتها. تمام. بتركب هنا في كل زاويه يعني. تمام اهي شكلها. اوكي. تعالوا بقى نشوف اخر حاجه الجزء ده. اعتقد ده بقى الجزء اللي بيبقى في الوش بتاع البوكس، اللي هو بقى بيديك اللي هي الاضاءه في الوش على طول. اتمنى تكونوا فاهميني.
اوكي زي ما انا قلت هي دي اللي بتتحط عشان النور يطلع، وهي دي بتحمي يعني النور. اللمبات مثلا هتبقى جوه هنا مكان وشي تمام، واللي بيتصور قدامها علشان ما يكونش فيه لسعان. فهمتوا؟ هركبها ويرجع لكم تاني. وكده نكون ركبنا اول جزء. انا عارفه ان وجع عينيكوا دلوقتي، سوري. وطبعا بعد عناء وكل الناس ساعدتني في الموضوع اللي ما طلعتش سهل جدا ده، يعني احنا في اخر خطوه اهو. وكده دي اخر خطوه، يلا بينا نجربه. الموضوع صعب قوي كده. دي جزء واحد، اوكي، ده الجزئين. ايه الاخبار؟ تعالوا بقى نلف السوفت بوكس ده لقدام ونشوف شكل التصوير عامل ازاي. ها، جاهزين تشوفوا الفرق؟ تاتا، شفتوا بقى الفرق دلوقتي؟ انا اللي ورا الكاميرا بيقولي ان التصوير بقى دلوقتي اجمل بكتير. فانا بس ليا كام ملاحظه كده هقول لكم عليها بالنسبه للسوفت بوكس ده. السوفت بوكس ده الكواليتي بتاعته مش اقوى حاجه، ده لان الادوات دي من الاضاءه بتبقى غاليه جدا، ارقام يعني صعبه قوي. فانا اشتريته من على امازون، كان سعره 800 جنيه بالظبط. فاعتقد يعني بالنسبه لاداه الاستخدام ده بالسعر ده، فانا كده يعني مفيش مشكله، انا راضيه عن الكواليتي يعني. وبس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده، عرفتكم كل حاجه عن السوفت بوكس، عرفتكم طبعا ما عرفتكوش ازاي بيتركب، بس يعني عرفتكم هو فايدته ايه، وقلت لكم انا جبته منين وبكام. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. لو انتوا فعلا محتاجين تحسنوا جوده الاضاءه، بس فعلا ارقام الموبايلات دلوقتي او الكاميرات بقت غاليه جدا، فممكن نحسن باي طريقه تانية. دي كانت فكره فيديو النهارده، وفيديوهات الجايه كلها هتشوفوها بالسوفت بوكس ده، طبعا انا مش هرحمه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى اعرف رايكم في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك اللي لسه ما اشتركش. اشوفكم في فيديو جديد، باي.